شفته بياكل من الزباله، قاعد في صندوق الزباله اخوه في البيت قال لهم ده مات خلاص وانسوه. وبعد 12 سنة من غيابه ناس قرروا يساعدوه لما لقوه بياكل من الزبالة ورجعوه لأهله. ولما رجعوه لأهله عرفوا السر ليه أخوه الكبير قال لأهله وقال للناس إن هو مات خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الموضوع بكل تفاصيله ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة ده لو مش عامل، علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. وصلوا على النبي. وخلوني بس في الأول أكلمكم عن الشخص اللي اهتم بيه ووصلوا لبر الأمان لحد ما رجع لأهله، ألا وهو الشاب كمال المصري اللي في الصورة قدام حضراتكم ده، واللي أنا من فترة وأكتر من مرة قلت نفسي يتكرم من رئيس الجمهورية، ودي أقل حاجة نقدمها ليه. طب ليه أنا بقول كده؟ لأن كمال المصري شاب من بورسعيد بقاله أكتر من 11 سنة بيساعد الناس. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، المشردين اللي في الشارع المفقودين بيوقف معاهم ويساعدهم لحد ما يوصلهم بر الأمان. لا عمل دار رعاية ولا عمل أي مكان يلم عليه تبرعات ولا لم جنيه حتى واحد ولا قبل بأي تبرعات. كل اللي بيحصل منه ده مجهود ذاتي هو والناس اللي بتتضم ليه. 11 سنة بيسافر من محافظة للتانية، بيروح المراكز، بيدخل النجوع. مجرد ما أي حد يكلمه عن أي حالة يسافر من بورسعيد حتى لو في آخر الصعيد. بيفضل بالأيام برا البيت هو والناس اللي معاه، ما بيروحش بس يصور مع الحالة ويمشي ولا يحلق لها ويمشي أو يحميها ويمشي، لا، مجرد ما أي حد يكلمه عن الحالة يروح بالفعل ويقعد معاها، يهتم بيه، ينظفهم ويغير هدومهم ويأكلهم ويفضل معاهم باليوم والاثنين والأسبوع، يدور على أهلهم. لو واحد أهله في أبعد مكان بيسافر ليه بالفعل لحد ما يسلموا لأهله، واللي ما بيعرفش يوصل لأي حد من أهله ما بيسيبوش برضه غير لما يسلموا لدار رعاية. وأنا آسف إني طولت عليكم وأنا بكلمكم عنه، بس فعلا والله دي أقل حاجة نقدمها له. 11 سنة ما ملش وهو على نفس الحالة دي وقال مكمل. مهم إن من أيام وصلت له رسالة بفيديو لواحد بياكل من الزبالة في محافظة كفر الشيخ وهو من بورسعيد. الحالة كانت صعبة جدا لشخص مشرد بياكل من صندوق الزبالة، واتقال ان دي الإقامة بتاعته، ما بيسيبش صندوق الزبالة. يمكن أصحاب المطاعم بيعزموا عليه بوجبات والأهالي بيدوله وجبات، بيرفض ده تماما. انت متخيل؟ ما بيرضاش ياكل الوجبة او بيستلمها وبيروح ياكل من الزبالة. ودي اول حاجة تخليك تفكر ان الشخص ده وراه قصة صعبة لدرجة ان هو رفض الاكل من الناس. المهم الاستاذ كمال سافر من بورسعيد لحد كفر الشيخ، لكن للأسف لما وصل هناك ما لقيش الشخص ده وكأنه فص ملح وداب. الحمول لكن هو مش موجود، فهنبات ان شاء الله باذن الله، وهدور عليه برضه لغايه ما الاقي اسمك يا رب ان شاء الله. حياتي للجماعه والشكرا. طبعا انت ممكن تقول في بالك خلاص طالما ما لقوهوش يبقى يرجع لبلده من تاني، لا، فضل يدور عليه ساعة واثنين وثلاثة لحد اخر اليوم، ولحد اليوم الثاني وهو بيدور عليه وبرضه ملوش اي اثر. اللهم صل على حبيب محمد. يا جماعه احنا بعد الفجر اهوت ماشيين في الشارع، انا عم حارب اهون في الحمول كفر الشيخ، بندور على خميس. يا جماعه ادعونا ان احنا نلاقيه ان شاء الله. هندور في كل مكان، حتى مؤاخذه في صناديق الزباله بيخش ينام جواها كانها السرير. سبحانك يا رب، ربنا مهون عليه برد الشتاء، هو بيتدفى سبحان الله في المكان. صناديق كبيره، الصندوق طوله 2 متر، بيخش يستخبى جواها، الله اعلم ظروفه ايه، حالته النفسيه. لحد ما جاله اتصال من ناس في محافظه اسكندريه كلموه عن حاله، فقال لهم خلاص انا هسافر اسكندريه للحاله اللي هناك، اول ما تشوفوه بس انتوا رنوا علي. سافر تاني في نفس الوقت على اسكندريه، ومجرد ما وصل اتصلوا بيه وقالوا له خلاص احنا لقيناه، فاضطر ان هو يرجع تاني في نفس الوقت. والحمد لله المره دي قدر يوصل له بالفعل، لكن عانى معاناه شديده لحد ما استجاب معاه. بس سيبه يا خميس يا صاحبي، ازيك؟ عامل ايه يا خمس؟ وقفوا بقى، تعال حارب بقى كده. عامل ايه؟ ازيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تعال قوم بقى كده، قوم كده عشان عايزك. ايه يا خمس ده حبيبك؟ سيبه عشان هتكلم معاك كده. تعال ده حبيبك يا حبيبي. تعال. هو خايف استنى هتكلم معاك. انا جاي لك مخصوص. طب ايه؟ انا مش اشرف. ايه؟ سيبه حرب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش هسيبه ولا زي الفل، احنا لو عايزين شعرهم طويل. محدش ليه في نفسه حاجه، ومحدش تليفون بيعمل حاجه، كل بايد ربنا سبحانه وتعالى. الحميس ده راجل قوي، هو اللي بيجمع المؤسسات القائمه على التبرعات الربحيه، اللي هي طبعا عامله مؤسسات بيزنس هدفها مجانبه اوجاع البشر. لا بحق احنا واحد الله. لا اله الا الله. احنا واحد هو جاي لك مخصوص بيحبك. طب ما نيجي جوه بقول لك يا صاحبي يا عم. واحد الله واحد الله. سامع خلاص. انا بحبك لكن حلوه. قال لك خلاص. حاضر يلا يلا حبيبي. بقى الخميس اللي هات 17 نص الضفر الطويل الجميل. الضفر الجميل. قول يا رب اوصل لبر الامان. الحلوه ده خميس لو انت اول احكي ان شاء الله هتوصل انت لبر شفت الخميس. هنشوف لك عروسه بقى. الصلاه على النبي. ياكل ضفر والله انت راجل محترم. انتوا فوق الراس، الله يبارك لكم وتسلموا. وبشكر يا جماعه اهل الحمول، الناس المحترمه اللي في قلبها رحمه، اللي ما سابتش الحاجه معايا من البدايه للنهايه، والمشترك مع اصحاب القلوب الرحيمه والقلوب الطيبه والقلوب النقيه. عم خميس هيوصل لبر الامان. الله اعلم حكايته ايه، الله اعلم اهله فين، الله اعلم ظروفه ايه. والحمد لله بعد معاناة استمرت لساعات طويلة استجاب معاهم وسمع ليه وغير هدومه وحماه وحلق له ظبط له شعره وقص له ضوافره واكله. زي ما انتم شايفين فرق كبير جدا ما بين وما بين. فكل التحية والتقدير ليه وللناس اللي تعبت وجات معاه من بورسعيد، والاهل الحمول الناس المحترمة اللي وقفت معاه. فخلاص كده هتبدأ رحلة تاني وياخدوا من كفر الشيخ للمكان اللي دلوهم عليه علشان يقدر يوصل بيه لأهله. عيسى يا جماعه ده بيتهم اهوت، ده بيت العيله اهو بتاعهم، ده بيت عيله خميس يا جماعه في طنطا. عيسى السلام عليكم. السلام عليكم. عيسى فين؟ نعم. طب عايزين حد يصحيه عشان يا جماعه احنا دلوقتي رايحين طبعا بخميس عشان نسلمه لاهله. ابن خاله هو معايا ورايحين نوديه باذن الله لاخته باذن الرحمن. طبعا اول ما وصلوا البلد فضلوا يسألوا الاهالي عنه من واحد ورا الثاني لحد ما بالفعل وصلوا لاهله. وكلام عن الشخص ده حسب ما اتقال ان هو شخص كان كويس جدا وسليم ما فيهوش اي حاجه، كان بيشتغل وكان مكافح بيحط القرش على القرش لحد ما تعب. تعرفش صدمه ولا ايه اللي حصل معاه، المهم ان هو غاب عنهم 12 سنه. لكن الصدمه هنا كانت لما وصلوا بيه لاهله واخته بالتحديد، اللي قالوا عنه ان احنا اعتبرناه ميت حسب ما اتقال بس يا لي. جماعه خميس اهو في حضن اخته بعد طبعا 12 سنه او اكتر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اتفضل يا حبيبي. لحظه جميله جدا يا جماعه، لحظه طيبه. الله يبارك. حاجه ساعه الناس دي هتعبنا عشان نجيبه لك. والله تعبنا. اتفضل يا اخويا تعالى. اقعد. ماشي. تعالى يا حبيبي تعالى يا حاجه يعني اخوه قال ان هو مات. قال له انه مات. لا يا جماعه الحمد لله. زي ما انتم شايفين اخته فرحت برجوعه واخدته بالاحضان وقالت بالنص كده ده قالوا لنا اللي هو مات. مين اللي قال لكم ان هو مات؟ فردت وقالت اخويا الكبير. قالت علشان الميراث، علشان ياخد حق، علشان يستولى على حق اخوه في الميراث فيذيع للدنيا كلها ان هو خلاص كده ميت. اخويا مات وانا اولى بحقه. مش بس كده، ده كمان اخته قالت انا كمان ما خدتش حق في الميراث، يعني كوش على كله حسب كلامي. مين اللي قال لك انه مات؟ اخوه. يعني انتوا عايشين كلها انه ميت. اخوه لا اله الا الله. عاوز اخد حقه. انا عاوز ياخد حقه كمان. هينتقم منه الدنيا واخر. الرساله دي لاخوه طارق وخليته الفيديو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وينتقم منك ربنا. وتشوفه في نفسك وتشوفه في عيالك. حق الراجل الغلبان ده المريض النفسي واختك الغلبانه ربنا ان شاء الله هينتقم منك في الدنيا والاخره. 12 سنة اخوك غايب، بدل ما تدور عليه وتقلب الدنيا عليه من غير ما تمل سنة 2 3 10، بدل ما تدور عليه وتتعب تقول لا ده هو مات وتذيع ان هو مات علشان تاخد ورثه. ودلوقتي عرفتوا ليه الشخص ده لما المطاعم او اي حد يديله اكل ويساعده ما كانش بياكل منهم
وكان بيروح بياكل من صناديق الزبالة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بالله عليك ما حد يسيبه تاني يمشي في الشارع، ده كنز ربنا جابه لكم. خلاص اللهم صل على حبيب محمد. امانه في رقبتكم يوم الدين ما يمشيش تاني في الشارع. وفي النهاية بشكر الأستاذ كمال المصري اللي بقاله أكتر من 11 سنة على نفس الوضع ده. كل التحية والتقدير ليه والكل اللي بيتعاون معاه من جميع المحافظات. ربنا يجازيه ويجازيكم جميعا كل خير، واتمنى فعلا أشوف الراجل ده بيتكرم من المسؤولين ومن الإعلام والصحافة المصرية، ودي أقل حاجة نقدمها ليه. بس كده، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.